العصير الكريمي عايزه اقول لكم سعره بره غالي جدا، رغم ان هو سهل وبسيط. نوعين اتنين من الفاكهه متوفره قوي قوي في الاسواق اليومين دول، ومحتاجه بقى الحر ده. معايا 3 صوابع من الموز، ونص واحده، نص حبايه يعني من الاناناس او الكنتالوب زي ما بتسموه. 3 حبات كده من الموز او حبتين اتنين، ونص واحده كده عشان ما شاء الله حجمها كبير، خدت نصها بس. ممكن تعملي واحده صغيره. هظبطها كده واخد بقى كده الايه القلب بتاعها. يا 3 حبات من الموز او حبتين، ونص حبايه من الكنتالوب، كده معايا زي الفل. طيب ايه بقى اللي هيخليها كريمي جدا وطعمها كده في حته تانية خالص؟ معايا هنا 3 كوبايات من الحليب، اللي هيخليها بقى في حته تانية خالص العصير، وقوامه تقيل جدا. معلقتين كبار مليانين كده من كريم شانتيه اللي هو البودر. كده ايه، معلقتين كده كبار مليانين. نحط بقى كده مقدار السكر على حسب الرغبه. انا حطيت كده في معيار السكر كوبايه الا ربع، ونضربهم بقى في الخلاط كويس جدا. ضربتين 3 كده هينعم كل حاجه كده في ثانيه. عايزه اقول لكم طعمه يجنن حرفيا، ميكس كده مع بعضه. بصوا بقى قوامه، ايه رايكم؟ كريمي كريمي. معلقتين كريم شانتيه مع المكعبات التلج بقى، و3 كوبايات حليب، وقطعه الكنتالوب. بصراحه موديه في حته تانية، قوامه تقيل جدا كريمي، طعمه تحفه. يلا قومي جربيه، سهل وبسيط. سواء عندك بقى حبتين موز، حبايه واحده مش هتفرق، مش لازم 2 أو 3، حتى لو صباع واحد موز مع قطعه الكنتالوب مع بقى بقيه المكونات، هتطلع كده شويه عصير بيور. عايزه اقول لكم كريمي تحفه جدا في الحر ده بقى، يعني احلى واطعم من الايس كريم نفسه، على الاقل ده صحي وطعمه تحفه جدا. عايزه بس اقول لكم قوامه بقى. عايزه اقول لكم والله الكاميرا كمان ظلماه، لونه وشكله وقوامه حلو قوي. لو عايزه تعملي منه ازازتين 3 كده تخليهم في التلاجة، بحيث يقضوكي مثلا 3 4 ايام، او ضيف جايلك. لو غمق منك حاجه بسيطه، اضربيه في الخلاط ضربه واحده بس، كانك لسه عاملاه حالا حالا. انا عامله بس معاكم كده في الفيديو حاجه بسيطه علشان ما تبقاش الوصفه كتير يعني عليكم، لكن انا عن نفسي بعمل بالثلاث 4 ازايز احطهم في التلاجة طول بقى. يعني الصيف لازم يبقى عندي عصير بصراحه، الاولاد بقى واحنا هنا بنحب العصير. فما شاء الله حتى لو غمق منك حاجه بسيطه، يعني تضربي ضربه واحده بس في الخلاط، كانك لسه عاملاه حالا بنفس اللون والقوام والجمال ده. تحسيه كده ايس كريم كده، يعني سايح دايب حاجه كده ما شاء الله. وباذن الله يا بنات هنزل لكم كده بوصفات ايس كريم اقتصاديه سهله بسيطه حلوه قوي قوي، هتنفعنا في ايام الصيف دي. وكمان اكلات كده صيفيه حلوه قوي هتنفعكم باذن الله. طبعا ده كنت عامله صينيه كيكه يا بنات، وانا بصور معاكم الفيديو. كيكه البسيسه حاجه كده اللهم بارك، حاجه كده قمر. جربوها عندكم على الصفحه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.